تعالى اقول لكم حصل لي ايه في الزيتون بتاعي بعد ما خليت الكميه كده وبقالي حوالي عن شهر ونص. بصوا بقى حصل له ايه. يلا بينا بقى كده نفتحه واوريكم ايه الغلط او الايه اللي حصل له. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى يا حبايبي، عايزه اقول لكم الزيتون بتاعنا تحفه. انا بفتح عليه كده بعد شهر شهر ونص بعد ما بيتخلل. تعالى اوريهولكم، يلا بينا. بصوا بقى، شايفين انتوا الجمال، شايفين لون ميته. يلا بينا بقى كده ننزل كل الايه المخلل اللي معانا. تعالى اقول لكم انا بعد شهر ونص بفضيه كده ليه. بصوا، يلا بينا حبايبي. شايفين انتوا بقى كمية الفلفل اللي انا حطاها دي؟ انا كنت حاطة حوالي عن 3 كيلو من الفلفل على 5 كيلو من الزيتون. شايفين انتوا الفلفل صاحي ازاي وبيقطم ازاي؟ بقى تحفة. فانتي لو سبتيه سنة بقى الزيتون بتاعك، او سبتيه 6 شهور، او سبتيه لغاية رمضان، الفلفل ده كله هيتهري. خلاص. بدوق بس كده الليمون وبدوق الزيتون. لسه طبعا شوية، ده احنا شهر ونص. يلا بينا بقى، هو خلاص كده قرب. يلا بينا بقى اقول لكم هعمل ايه. هاخد الفلفل المصحصح الحلو بتاعي ده، احطه في برطمانات لوحديها، والزيتون والليمون مع الخلطة الرهيبة دي لوحديها. يلا بينا كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. تعالوا كمان هقول لكم انا بعمل ايه. بصوا بقى يا حبايبي، انا خللت طبعا وحطيت الايه الملح المظبوط. بس كل ما تزودي في الملح شوية، يعني انا هحط حوالي على نص كيس من الملح على المية دي. ليه بقى؟ علشان كل ما يبقى الملح معاكي مظبوط او عالي شوية، الزيتون بتاعك هيبقى كويس والفلفل بتاعك هيبقى كويس. لو الملح قليل كل حاجة هتتهري منك. خلاص. خلصت بقى كده زي ما بقول لكم، عبيت الزيتون والليمون لوحده وشوية زيت فوق الوش وكيس نضيف، وكده بقى الفلفل على طول هيتاكل، واشوفكم على خير.